فيديو النهارده هنعمل السترامبولي الايطالي، صنف من ضمن الاصناف الكتيره المشهوره دايما في مطاعم البيتزا. عباره عن عجينه بيتزا بنلفها رول وبنحشيها بحشوه بيتزا خطيره. هنعملها النهارده بحشوه بيبروني وحشوه فراخ رهيبه، لازم تجربوها. شايفين شكله عامل ازاي؟ خطير. هو يعني شكل من اشكال التقديم البيتزا، يعني لو زهقتوا من الاشكال التقليديه للبيتزا فممكن تجربوا وصفه النهارده. اول حاجه هنبتدي بيها هي العجينه. هنحتاج كوبايه كامله من الميه الدافيه 250 ملي، زودت عليهم معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره من الخميره، ونقلبهم كويس جدا مع بعض. لو مش متاكدين الخميره شغاله ممكن تسيبوا ان الخليط ده على جنب شويه كده لما يعمل بابلز على الوش 10 دقايق ولا حاجه. انا متاكده ان هي شغاله فهكمل باقي الخطوات على طول. 3 معالق كبار من زيت الزيتون، لو مش موجود ممكن تستخدموا زيت نباتي عادي، بس زيت الزيتون في عجينه البيتزا بيديها طعم خطير. هنحتاج كمان 3 أكواب من الدقيق بالأكواب المعيارية وعليهم رشة ملح، ونعجن كويس. أهم نصيحة في عجينة البيتزا إن هي تتعجن كويس جدا، 10-15 دقيقة كده لو هتعجنوا على ايديكم، أو في العجانة 7-8 دقايق لحد ما تبقى عجينة ناعمة جدا كده زي ما انتم شايفين، بس بتلزق حاجة بسيطة. مسحت العجينة بمسحة زيت كده، والطبق كمان مسحة زيت، وغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي تقريبا ساعة أو لحد ما حجمها يتضاعف. في الوقت ده نحضر الحشوة. طاسة سخنة على نار عالية فيها معلقة زيت مع مكعب من الزبدة، وهننزل بمكعبات فراخ تكون متقطعة مكعبات صغيرة شوية كده زي ما انتم شايفين، مش عايزين حجمها يكون كبير. وما نقلبهاش لحد ما تاخد لون عشان ما تنزلش المية بتاعتها. هنزود بقى التوابل الستاندر او الطبيعي، ملح، فلفل اسود، وبابريكا. كنت حابه ان الحشوه تكون بطعم الشاورما فزودت كمان معلقه كده صغيره من بهارات الشاورما الجاهزه. عموما اي نكهه واي طعم انتوا حابين الحشوه تكون بطعمه ممكن تزودوا التوابل بتاعته عادي. شويه فلفل ملون. والفراخ استوت 100%، مفيش اي سوائل زياده، بسيبها على جنب عشان تبرد تماما. في الوقت ده كانت العجينه اختمرت كده زي ما انتم شايفين وحجمها اتضاعف. هناخدها على السطح اللي هنشتغل عليه رشه دقيق كويسه، وهنقسمها 3 كور. كل كوبايه دقيق بتعمل كوره، يعني تقريبا كل كوبايه دقيق بتعمل بيتزايه كبيره او رول كبير، اكس لارج او كمان دبل اكس لارج. فقسمتها ل3. وهناخدها بقى على ورقه زبده. هنحتاج ورقه زبده علشان تسهل عليكم ان انتوا تلفوا الرول، وكمان ان انتوا تنقلوه في الصينيه اللي هتدخل الفرن. هنفردها بشكل مستطيل، الطول هيبقى هو طول الرول نفسه، والعرض هيبقى عدد اللفات. احنا عايزين العرض صغير، هما لفتين مش اكتر، عشان ما تبقاش عجين من النص ونقلق من التسويه والكلام ده. فزي ما انتم شايفين عرضها صغير، هما لفتين على بعض، مش هنحتاج اكتر من كده. طبقت 3 اطراف على بعض، مسحتهم مسحه ميه، وبعد كده طبقتهم. والطرف الاخير مش هدهنه اي حاجه ولا اطبقه، ده الطرف اللي هنقفل بيه الرول نفسه. مسحه كده من صوص البيتزا، وحشوه الفراخ بعد ما استوت تماما. وشويه بقى من ميكس الجبن، شيدر، موتزاريلا، قشقوان، اي نوع جبنه انتوا حابينه، واي حشوه انتوا عايزينها براحتكم خالص. ممكن جبنه رومي. حطيت شويه كده من الزعتر والريحان عشان يدوا للجبنه طعم وتبقى شبه الايطاليه قوي. انا استخدمت جبنه موتزاريلا وجبنه قشقوان ورشه كده من الجبنه البارميجان. وزي ما قلت لكم بقى زيتون، فلفل، زي ما انتوا عايزين. وهنرفها بقى رول. ورقه الزبده زي ما قلت لكم هتساعدكم جدا، او حتى مفرش الخبز مثلا. بشويش كده بورقه الزبده كده لفينا اول لفه. ودي تاني لفه. شايفين زي ما قلت لكم العرض هو اللي يتحكم في عدد اللفات، فمش عايزين عرض كبير. اخر طرف اللي احنا ما طبقناهوش ولا مسحناه بميه ولا اي حاجه ده بشده لفوق كده واقفل على العجينه. ومهم جدا ان العجينه تتقفل من كل الجوانب، ما يبقاش فيه اي حته مفتوحه، عشان لو في اي حته صغيره كده مفتوحه هتطلع كل الحشوه بره والجبنه والصوص وكل حاجه. ورقه الزبده برضو بتساعدني ان انا انقلها في صينيه الخبز على طول، لان حجمها كبير كده زي ما انتم شايفين، انا عاملاها تقريبا كبيره دبل اكس لارج. ممكن على فكره تعملوا العجينه دي اللي هو 3 كوبايات دي تقسموها ل6 كور، فهتبقى حجمها اصغر من كده، ونقلها وفردها هيكون سهل جدا. مش هتبقوا محتاجين لورقه زبده ولا اي حاجه. عملت العجينه التانية بنفس الطريقه ونفس كل حاجه، عملت 2 بحشوه فراخ وواحده بحشوه بيبروني. في الصينيه اللي هتدخل فيها الفرن حطيت ورقه زبده، وحطيت كمان عليها رشه كده من السميد اللي هو الدقيق بتاع البسبوسه، ممكن تستغنوا عنه عادي، ورقه الزبده هتكون كفايه. مسحت وش العجينه كده بمسحه حليب فريش عشان تديني لون حلو. ممكن تمسحوها بزيت او بيض زي ما انتوا عايزين. وللتزيين بس مش اكتر، رشه جبنه بارميجان ورشه زعتر وريحان على العجينه كده من فوق. ده للتزيين مش اكتر، يعني موجود استخدموش، موجود استغنوا عنه عادي. سكينة تكون حامية جدا، هنعمل فتحات مايلة كده زي ما انتم شايفين. ده الشكل التقليدي للسترامبولي دايما في المطاعم، وفي نفس الوقت هتبقى عاملة زي فتحات تهوية تدخل الحرارة كده والهواء السخن جوه العجينة تسيح الجبنة، وفي نفس الوقت العجينة اللي جوه كمان تكون مستوية كويس.
التسوية بقى، نتكلم شوية عن التسوية. البيتزا يا جماعة سواء استرامبولي او بيتزا عادية بتستوي على حرارة عالية جدا، ولو هتاخدوا بالكم دايما في فيديوهات البيتزا او مطاعم البيتزا بتلاقوا الفرن مولع نار، يعني هما دايما بيبقوا مولعين من تحت ومن فوق ومن كل حتة، ما بتاخدش دقايق في الفرن. الناس اللي بتقعد تشتكي ان البيتزا طالعة ناشفة معاهم او الجبنة ما بتمطش او حاجات كتير كده، ده بيبقى من التسوية. التسوية على حرارة هادية ده غلط جدا. البيتزا بتدخل على اعلى درجة حرارة في اول رف تحت فوق النار، بشغل كمان من فوق وتحت لو تعرفوا، لو مش تعرفوا يبقى تحت الاول وبعدين فوق في الاخر. بتاخد 10 دقايق بس. انا عشان كنت عامله ال3 رول وحجمهم كبير كده زي ما انتم شايفين في نفس الوقت، فاخدت معايا تقريبا من 15 ل 20 دقيقه لحد ما طلعت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طريه جدا، الجبنه سايحه، البيتزا طعمها وريحتها تجنن. لازم تجربوها، انا متاكده ان هي تعجبكم جدا. بالهنا والشفا مقدما لاي حد هيجربها، واشوفكم ان شاء الله على خير قريب في فيديو جديد.